يا مامي ايه ده؟ يا صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى يومنا طويل وفي مشاوير كتير وفي حاجات كتير قوي، بس اهم حاجه نخلص التنظيف عند ماما وبعد كده ناخد لنا كوبايه ميه ويلا بينا بقى عشان نستعد لاكتر حاجه هتتعبنا في الدنيا كلها. فيلا بينا، تعالوا نشوف يا مع بعض صباح احنا الخير، رايحين فين. عاملين ايه؟ طبعا شفتوني الصبح وانا بعمل التنظيفات عند ماما. خلصت بقى ورايحة عند اسراء عشان خاطر عاملين اكل النهارده. بقالنا يا جماعه بقالنا كام شهر، بقالنا كذا شهر عمالين نقول هناكل الاكل ده، هناكل الاكل ده، هناكل الاكل ده. فدلوقتي انا رايحه لاسراء في الطريق وهنعمل الاكل بقالنا كتير قوي 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 بنقول عليه، وهتشوفوا هو ايه الاكل ده. وطبعا اسراء مش عارفه تعمله فرايحه يعني يا جماعه ينفع كده؟ يعني ينفع اروح اكون رايحه عند حد ويخليني اجي اعمل الاكل؟ يعني ده يرضي ربنا ده؟ فدلوقتي انا رايحه في الطريق عشان خاطر الوقت اتاخر اصلا، والمفروض اخلص الاكل بدري. فيلا نروح مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه هناك. اصلا الجو صعب جدا جدا، صعب قوي 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 يعني بصوا انا قاعده في العربيه وفاتحه التكييف، بس هموت بجد. الجو رهيب، الجو صعب جدا، والعيال قاعده بتلعب في الشارع. ده بقى اللي بيجنني، ان العيال بتبقى قاعده بتلعب في الشارع وبالعجل وبيجروا وبيعملوا في وسط الشمس وفي وسط الحر وكل الكلام ده، وعادي بالنسبه لهم، مش حرانين. انا بقى مش فاكره وانا زي يعني واحنا صغيرين كنا بنعمل كده ولا؟ يعني ماما دايما تقول لي ايه وانتوا صغيرين برضو كنتوا كده؟ يعني لما بنيجي مثلا نروح المصيف دلوقتي ونقعد نقول للولاد لا ما تنزلوش دلوقتي، الجو شمس حرام عليكم هتسمروا ومش عارف ايه. ماما تقول لنا ايه ده انتوا وانتوا زمان لما كنا بنروح لما نروح المصيف يعني وكده، كانت تفضل تقول لنا ده انتوا ما كنتوش يعني بتقول من اول ما بنروح لغايه لما بتناموا وانتوا في البحر اساسا كنتوش بتطلعوا غير لما تحرقوا نفسكم. هي سبحان الله، فعلا فعلا الدنيا اتغيرت خالص، او عشان احنا كبرنا ما بقيناش بنشوف الموضوع زي الاول. يعني انا دلوقتي يعني الاول ممكن افتكر شويه ان انا كنت بنزل واحرق. انا فاكره ان انا كنت برجع من المصيف ده لوني يعني مش قادره اقول لكم لوني كان بيبقى عامل ازاي. فممكن فعلا عشان كده يعني لو ايه فاكره حابه، بس في نفس الوقت مش عايزه. يعني مثلا انا خايفه على نيلي، خايفه ان هي تسمر، خايفه ان هي جسمها يتحرق، خايفه عليها. مش عارفه بقى، احنا كده بنظلمهم. احنا حرام، ماما زمان كانت سايبانا واللي هو عشنا طفولتنا بجد. بس احنا دلوقتي الزمن اتغير، الجيل اتغير، مش عارفه، او خوفنا زياده عليهم. مش قادره احدد. هما زمان برضو كانوا بيخافوا علينا وكل حاجه، بس الاجيال اتغيرت. يعني زمان لو كنا بننزل كلنا. ما افتكرش ان عمر ماما سابتني انزل البحر لوحدي دي نهائي، فكانت دايما تبقى ماما معانا. فهم زمان كانوا بيضحوا عشاننا، يعني ماما كانت تنزل عادي في وسط الشمس عشاننا ما تسيبناش. لكن احنا دلوقتي لا، لو احنا بنخاف على بشرتنا ازاي ننزل دلوقتي؟ يعني احنا مثلا في المصيف الساعه 5 ونص انزل، قبل كده استحاله استحاله. فهم يعني بيتظلموا اللي هما بينزلوا وقت قليل، ان البسين اساسا بيبقى ليه ميعاد. فبصراحه الجيل ده مظلوم كله، بصراحة ظلم بسببنا. مش عارف يعني. بص انا دلوقتي قاعدة شايلة هم ان انا نازلة دلوقتي عشان خاطر الشمس هتخليني اصلا اتحرقت. فتعالوا بقى نطلع عند اسراء ونشوف هنعمل ايه. وكالعادة واقفين تحت البيت طبعا مستنيين المفتاح. بقالي ساعة برن عليها مفيش فايدة. احدفي احدفي. المفروض من الذوق تفتحي الباب. قافله كمان عليا؟ انا كمان اللي هفتح؟ محبوسه؟ اني واحد. المربع بس مش الرفيع يعني التخين. ماشي. انت رحتي فين؟ دلوقتي انا عند اسراء، ودي الاكله اللي انا كنت بقول لكم عليها.
يا مامي. الحمامه بقى بعد ما نضفناها ماشي، اهم حاجه بقى في الحمامه ان احنا نيجي عند الجزء اللي هو العالي ده وندوس عليه كده، شايفين اللي هو نكسر رقبتها، نكسر دي اسمه ايه، الصدر، نكسره كده اهو ماشي. بنيجي بقى هنا شايفين الحته دي كده، نفتحها بقى كده بالراحه. ليه بقى؟ عشان نتبلها دلوقتي مع بعض بالبصل بقى والفلفل. شايفين ازاي؟ حطي بقى الخل. حط قد ايه؟ يا مامي ايه ده؟ يرضي مين يعني بجد؟ اقسم بالله يا جماعه قولوا لي ده يرضي مين؟ اول حاجه جابت لي الفلفل عشان اطحنه، جايبه لي في كبه، وبعد ما طحنته ده طب ما انت انا شرفني، ما هو كل حاجه كل جهاز ليه حاجاته. جايبه لي ده بدل معجون فرنش، في الاخر بتقولي المفروض نطحن هنا ماشي. المفروض هي تقفل لي الحاجه. بصوا المنظر، هتلحسيه ده دلوقتي. وريهم البصل. بصوا ده يا جماعه بصل اسراء فرمته في الكبه، بس في الكبه عادي بتاعه البصل اهي زي ما انتم شايفين ماشي. وفلفل اسمر وملح صح. ده هنعمل بيه ايه بقى؟ ده هنتبل بيه الفراخ الحمام. ده هنتبل فيه الحمام من جوه ومن بره. بصل وفلفل اسمر وملح بس. وهوريكم بقى بقيه الحاجات. بصوا الميه عامله ازاي، خلاص كل حاجه راحت. بصوا الكبده شايف لونها عامل ازاي، خلاص الدم وكل الزفاره نزلت. احنا دلوقتي هنطلعهم بقى، هنقطع الاول الكبده والقوانص والحاجات دي هنوريها لكم. تعالي بقى الناحيه الثانيه اوريهم. بصوا يا جماعه نضفت الحمام ما شاء الله. بس انا بقى خلاص غسلنا الطبق اللي كنا حاطين فيه بكلور وخلاص، وهنا نغسل الحمام. خلاص كده الحمام نضيف. هنا بقى نحطه عشان يتبل. بعد احنا غسلنا الطبق ده يعني غسلناه بميه وصابون وكلور. ليه كلور اهو كلور اهو يا جماعه. انا ناقص احط كلور يا جماعه على الحمام نفسه. اتغسل بميه وصابون وكلور. وبقى هنحط الحمام عشان يبقى الطبق نضيف وما فيهوش اي حاجه خالص. نتبله ونسيبه عقبال ما نعمل الرز والفريك. هنتبله ونسيبه عقبال ما نعمل الرز والفريك. هنا بقى بنعمل ايه، الفلفل اهو والملح بندوس عليهم كده لغايه لما البصل ينزل الميه. شايفين ازاي اهو، شايفه باينه. هنفضل ندعك فيهم كده. بعد كده بقى ايه، هنحشي بيه الحمام زي كده مثلا. يعني بصوا دي الحمامه اهي ماشي. هنفتحها من هنا زي ما قلت لكم بالراحه. شايفين البصل اهو، هندعك بيه الحماميه كلها اهو من جوه كمان. شايفين من جوه هنا اهو. كده بقى الحمام هيبقى ريحته كله بصل. حاسه الحمام بيقول انقذوني. انا هسيبكم اصبروا، انتوا لسه شفتوش حاجه. بصوا يا جماعه الحمام ده لونه رجليه لونها اورنج، مش عارفين ليه. اكيد كانت بتقف على رجليها كتير. متكلميش تاني. اي حمامه نبص جواها وندخل جواها ايه، البصل ده مش هنشيله واحنا بنحشي، ده هيفضل زي ما هو جواه. شكله مغري من قبل ما يتاكل، من قبل ما يتعمل قصدي. دي يعني متعوره بقى. ندخل جواها البصل اهو. وهنا بقى قطعنا الكبد والقوانص عشان نحطها جوه الرز والفريك. يا جماعه والله العظيم اتلخمت. بصوا انا هنا حطيت زبده وزيت وحطيت عليهم فلفل اسود، وحطيت القوانص الاول، وبعد القوانص والقلب، بعد كده حطيت وراهم الكبده ماشي. شوحتهم اول ما ريحتهم بتطلع بتنزلوا عليهم بالبصل زي ما انا ايه نزلت كده. وحطيت حبايه صغيره كده مستكه وشويه قرفه. ودلوقتي هطحن الحبهان وهحط عشان مش بحب الحبهان يبقى حب يعني عشان ما يكونش بقى حد. فاستنوا بقى. ده بقى الفريك اهو حطيته، ما حطيتش ميه خالص، حطيته بقى انا نقعت الفريك في ميه سخنه. اهم حاجه الفريك لما تجيبوه تغسلوه كويس قوي 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 وتنقوه لو في اي حاجه، وبعد كده تحطوه في ميه سخنه، وبعد كده تجيبوه بالميه السخنه بتاعته تنزلوه هنا على نار هاديه خالص ماشي. وبعد كده تسيبوه شويه، هيستوي نص سوا، ما يستويش سوا كامل، نص سوا، ونطفي عليه عشان نحشي الحمام. وبعد كده نكمل بقى ايه سواه. تعالي بقى هنا، دي بقى الخطوه اللي انا صورتها لكم في الفريك اهي. في الرز حطيت الكبد والقوانص وزبده وسمنه، زبده وزيت،
وحطيت قرفه وحطيت مستكه وحطيت حبهان، ودلوقتي هنزل عليهم بالبصل. ولو في جنزبيل يحط. لو في جنزبيل بقى هحطه يا ريت، عشان الحمام بيحب الجنزبيل. فهنزل دلوقتي عليهم معلش بالبصل. واهم حاجه البصل بتاع الحمام او الرز بتاع الحمام او الفريك بيبقى بصل كتير جدا، لازم يبقى بصل كتير قوي عشان بيدي طعم حلو جدا جدا جدا. وهننزل بقى بالفلفل الاسود والملح. دعكته كله بالكلور والصابون عشان يبقى اي زفاره اي حاجه مفيش. وهنا اهي كل الحاجات بقى بغسلها بالكلور. كل ده بيتغسل كل ده بالكلور. والحوض اهو مغسول بالكلور شويتين وهشرب بالكلور. بس اهم حاجه الكلور، انا بحب الكلور اغسل بيه مكان الفراخ او اللحمه او الحاجات دي عشان خاطر السالمونيلا. تعرف السالمونيلا؟ او في الفراخ والحمام في الطيور. فبصوا كل ده بالكلور، فانتوا لما تيجي تستخدموا الحاجات دي تبقوا متاكدين 100% ان هي خلاص كده متعقمه 100%. بصوا الكلور اصلا في ايديا. بصوا بقى هنا حطينا سمنه والبصل وورقه لورا وقرفه ومستكه وايه تاني، وهنحط دلوقتي ملح وفلفل وبنفضل نقلب فيهم كده. وبعد كده بقى بنحط الميه. ده الحشو النهائي. بس الراجل بقى اللي مقطع الحمام مقطعه مش حلو. ليه بقى؟ لان بصي واخد من الجلد من هنا، في واحده هنا شايل رقبتها اصلا، الحته الاساسيه اللي احنا بنحشي منها. فاهمين ازاي؟ نفضل نكبس فيها كده صح؟ تكبيس. بصوا هنمسك الزور كده بالراحه عشان الجلد بتبقى رقيقه قوي، وهندخل الفريك او الرز بالراحه جدا هنا. ماشي، هوريه لكم بعد ما هيخلص هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى هنقفل الحمام ازاي. ده عند الزور ادي خله هندخلها اكننا بنخيط، شايفين ازاي اهو، اكننا بنخيط الحمام. وبعد كده اخر واحده ده عشان ما يفتحش في الشوربه. ايوه نعملها كده اهو اهي. بصوا نجيب الدراعات دي من ورا كده. طبعا انا مش حاشياه قوي عشان خاطر ممكن يفرقع، فملهوش لازمه يعني لو يتحشي قوي. كده كده احنا سايبين رز وفريك بره. بسم الله بسم الله. كل ما تيجي تعملوا اكل يا جماعه نقول بسم الله واللهم بارك لنا فيما رزقتنا. دي كلمه ماما الشهيره في الاكل. ايوه انا بقول اللهم ديمها نعمه واحفظها من السواد. نقول بقى يا رب الحمام ما يفرقعش، عشان بكره الحمام لما بيفرقع، فان شاء الله ما يفرقعش. يعني انتي اصلا مدياله سكينه من كل حته. ويا جماعه حطينا الحمام في الشوربه، وباذن الله هنوريكم بقى بعد ما يخلص هيبقى عامل ازاي. استنونا لما يخلص باذن الله يبقى حلو. احنا بنعمل الملوخيه. ده زبده وتوم وعليها كزبره ناشفه، وهنحط دلوقتي بقى الشوربه، وبعد كده بقى هنظبط مقدار الشوربه. وبعدين حطينا بقى الملوخيه، يعني بعد الكزبره والثوم حطينا الشوربه وبعدين حطينا فيها الملوخيه، وهنفضل نقلب بالراحه صح. اهم حاجه الملوخيه ما تغليش كتير، عشان لو غلت هتكتل صح، هتسقط. بس يا لهوي عشان بترش يا جماعه كده الملوخيه. علي صوت علي النار بس الزيت بعد البوتاجاز ازاي. معلش بقى احنا اسفين عمالين نحمر في حاجات لا اسف عن البوتاجاز. هو التليفون اصلا بقى عباره عن زيت تقريبا، وايدينا زيت وقدامنا زيت كل حاجه زيت. دي بقى معلقه كزبره. منظر الطشه ريحتها اكيد شمتوها. المروحه بتتحرك. اول بقى ما تغمق شويه هننزل بيها على الملوخيه. طشة الملوخيه
ايه رأيكم؟ بس كده ننزل كده. وهنا خلاص بقى كان الاكل خلاص خلص الحمد لله بعد هدة طويلة. الحمام كان اكنه بصوا متعذب. دلوقتي خلاص بالليل وجبنا حلويات من سويس بس قلنا نكافئ نفسنا على المجهود اللي احنا عملناه الصبح ده. فتعالوا نشوف مع بعض احنا جبنا. وطبعا باين علينا التعب هنموت بجد خلاص مش قادرين فصلنا. فقلنا بقى ايه نرتب على نفسنا. بس ربطوا لي بسرعه عشان هتموت وتاكل ايه ماشي. بس وده بقى بصوا الدنيا ليل خالص اهي الدنيا ليل خالص. فيلا ناكل مع بعض. وهنا بقى لما تشوفوا الحلويات اللي احنا جبناها هيكون الفيديو بتاعنا انتهى لغايه كده. وتصبحوا على خير ومتنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي.